أم زياد وهبة، ويا ترى آخر تطورات القضية بتاعتها إيه؟ ظهور حسن زوج أم زياد وهبة على السوشيال ميديا، على التيك توك وعلى اليوتيوب. كل التفاصيل دي هنعرفها مع بعض في فيديو النهاردة. أهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني إني أكمل. طبعا كلنا عارفين إثارة الجدل اللي حصلت والموضوع اللي حصل من اليوتيوبر أم زياد وهبة، والموضوع اللي اتكلمت فيه اللي يخص ولادها والاتهام اللي اتهمته لولادها. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. ايه اخر التطورات واخر التحقيقات ووصلت لايه؟ لحد النهاردة مفيش اخبار غير ان ام زياد وهبة احتمال كبير قوي هتاخد 5 سنين حبس و100,000 جنيه غرامة بسبب الفيديوهات اللي هي عملتها والتهم اللي اتوجهت ليها. الغريب بقى في الموضوع ان بقالنا كام يوم كده لقينا جوزها اللي اسمه حسن عامل قناة جديدة على اليوتيوب وعامل اكاونت على التيك توك وشغال ما شاء الله، الله ينور، فيديوهات و ولايفات وكلام كبير قوي قوي قوي، وطول التصوير وهو حاطط جنبه صورته مع ام زياد وهبة، وبيتعاطف الناس، بيكسب تعاطف الناس بكلامه بان هو مش هيسيبها وهي ما تقصدش وهي غلبانة وهي. انا عايزة اقولك ان انت واضح جدا ان انت بتحاول تعمل ريتش وتعمل مشاهدات على حساب الموضوع، لان انت ما ظهرتش الا لما ابتدت هي التحقيقات بتاعتها تتطور ويتعرف ان هي هتتحبس. فانت ابتديت تكسب تعاطف الناس عشان تعمل مشاهدات وتعمل فولورز على التيك توك او على اليوتيوب وتاخد دعم من الداعمين زي ما بيحصل كتير قوي. انا عايزه اقولك يا خساره انك بعتي عشرة العمر وبعتي ولادك وبعتي دنيتك، وفي الاخر انت في السجن عشان حد هو طلع يعمل فلوس على حسابك وعلى حساب موضوعك وعلى حساب دنيتك. لان المفروض ان حضرتك مش بتاع السوشيال ميديا اساسا، وعمرك ما كان ليك قناة، وعمرك ما كان ليك اكاونت على التيك توك، وعمرك ما كنت بتظهر على السوشيال ميديا. حتى في الكام شهر اللي انت اتجوزتها فيهم انت ما ظهرتش معاها على السوشيال ميديا عشان تظهر دلوقتي. ما افتكرش ان كان هيفرق معاك انك توصل للناس انت هتقف جنبها ولا لا وانت معاها ولا لا، الا اذا كان ده من وراه هدف، والهدف واضح جدا لكل الناس ان انت طالع تكسب تعاطف الناس عشان تكسب مشتركين على القناة، تكسب مشاهدات، فبالتالي تكسب فلوس على حس الموضوع دوت. وقاعد في شقتها ومستمتع بيها وعلى عفشها، وهي اللي دخلت السجن عشان هي ما صانتش العشرة وما صانتش ولادها، وجريت ورا حد اصغر منها اتجوزته وسمعت كلامه في انها دمرت عيالها ومستقبل عيالها، ودلوقتي مصيرها هي في السجن. يا خسارة. ومش عارفة هيكون رد فعلك ايه لما تعرفي ان اللي بعتي عشانه الدنيا كلها هو طالع يكسب من وراكي ومن ورا موضوعك، واخدك زي ما بيقولوا كده بالبلدي سبوبة يكسب من وراها، لان الموضوع كبير وما انتهاش، ولسه الموضوع حديث السوشيال ميديا ما انتهاش لحد دلوقتي، وهو انتهز الفرصة انه يكسب من ورا ده. الله يعينك على حالك ويطلعك من اللي انت فيه على خير، سواء كنت صادقة او كدابة، ويا رب تتعلمي من التجربة اللي انت مريتي بيها، والله يكون في عون ولادك ويعينهم على اللي جاي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.